بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تاني يوم ذو الحجة، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. فالنهاردة عندنا فطار حلو جدا سهل وسريع، مش هتقفي في المطبخ كتير، واقدر اقولك ان الفطار بتاعنا النهاردة اقتصادي شوية. فتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك، ولو اول مرة تشوفي هبة ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. امبارح عملت معاكم فطار حلو قوي ولذيذ، لو انتي ما شفتوهوش روحي اتفرجي عليه وخديه فكره ونفذيها بكره. فطار النهارده كمان حلو قوي هيعجبك باذن الله. اول حاجه جبت بيض، وعلى عدد الاسره اللي موجوده او على عدد الافراد اللي هيفطروا معانا تمام كده حطيتهم في حاجه. انا بصراحه مخصصه حاجه لسلق البيض علشان خاطر ما بسلقش البيض في اي حاجه، لا هي الحاجه ديت انا ما بستخدمهاش غير في سلق البيض. حطيت البيض وحطيت ميه ورفعته على النار، جبت كميه حلوه من البطاطس، قشرتها غسلتها زي ما هي كده، مش هقطعها وهسلقها بحالها. هتعملي ايه هوريكي دلوقتي كل حاجه. اهم حاجه بس انتي انك تحطي الكومنت بتاعك بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، او حتى بقلب صغير كده اعرف اللي الايه الفيديو عجبك. وطبعا اللايك اللي بينورني. حضرت بقى معايا هنا كده القمر الدين وشويه من القراصية، الحاجات اللي هي فايضه معانا من شهر رمضان. لو مفيش حاجه فايضه يبقى عادي، مفيش مشاكل خالص. نعمل شويه عصير حتى لو ليمون، الليمون احنا بنفرزه في الفريزر فبيطلع معانا زي الفل. فنقدر نطلع ليمونتين ونضربهم في الخلاط ويبقى معانا مشروب حلو كده ساقع ومنعش في الجو الحر ده. عايزه اقول لكم الصيام مش متعب، والجو مش حر لدرجة اللي انت تبقى عطشانة قوي، بس اليوم طويل جدا. يعني انا عايزة اقول لكم الصيام بتاع امبارح انا صاحية من 10 الصبح، وخلصت الاكل وخلصت كل اللي ورايا، وببص في الساعة لقيتها لسه الساعة 4. ايه اليوم ده؟ دخلت نمت وصحيت وبرضه لسه الساعة 6. ده اليوم مش عايز يخلص خالص، والمغرب بتأذن متأخر قوي. فبصراحة الموضوع مش حكاية جوع والله ولا عطش، حكاية بس اللي هو ايه، انت قاعدة مستنية حاجة، مستنية المغرب، او مستنية مثلا الاذان يأذن، فحاسة ان اليوم طويل قوي. يلا الحمد لله كله في ميزان حسناتنا. هنا حطيت القمر الدين، رفعته كده في الكزرونة ومعاه شوية مية علشان خاطر يبدأ اللي هو يديني عصير قمر الدين. انا خدت قطعة صغيرة جدا وغسلت البلح كويس جدا وحطيته بقى على القراصية والمشمشية، وحطيت معاه القمر الدين لما بدأ اللي هو يدوب شوية. لو مش مستعجلة حطي القمر الدين في شوية مية وسيبيهم على جنب تمام كده. انا مجرد اللي انا عايزه الخشاف يدي طعم حلو لان انا ما بحطلوش سكر. جبت بقى هنا معايا السلطه، وطبعا الاكله بتاعتنا النهارده معتمده على السلطه، مش هنعمل صلصه. طبعا في ناس فهمت دلوقتي انا هعمل اكل ايه. اكل النهارده كشري بعدس اصفر، بس هنعمل جنبيه شويه حاجات كده هيخلوا طعمه حلو قوي. عارفين اللي هو ايه، متحبش بمعنى اصح. لما تقعدي تاكلي هيعجبك قوي. طبعا السلطه اللي انا بعملها، انا بعمل سلطه عاديه خالص، بس في تكايه كده حابه اللي انا اقول لكم عليها. عباره عن فلفل وطماطم وخيار، ولو عايزه فلفل حراق ماشي. الجزر ما بقطعهوش، الجزر ببشره عشان خاطر الجزر بيبقى قاسي شويه على السنان، مش زي بقيه الخضروات، فبحب اللي انا ابشر الجزريه. وطبعا البصل بقى انا بقطعه بالشكل دوت، ما بقطعهوش على الخضرة، انا بقطعه لوحده. يعني بقطع اسفة البصل ما بقطعهوش على الخضار، بقطعه في طبق لوحده، بعصر عليه ليمون، بحط شوية خل، وبحط شوية الملح، بحط شوية شطة لو انت حابة، ممكن تحطي شوية كمون، شوية فلفل اسود اللي انت تحبيه تمام كده. وبحط شوية مية وبقلب البصلاية كويس جدا. انا هنا كمان كنت بشرط الجزراية بالشكل دوت كده، وخلاص السلطة بتاعتي خلصت. مجرد بس ان انا اقلب البصلايه واركنها على جنب. طيب البصل ليه بتنقعيه في ميه وخل وليمون علشان خاطر ينزل السوائل بتاعته كده ويدي طعم حلو قوي للسلطه لما اجي احط بقى عليها بقيه المكونات تمام كده تمام. طبعا انا مش هحطه على السلطه دلوقتي علشان خاطر لسه شويه على الاكل، ولما بتحطي الملح على السلطه الطماطم بتدبل معاكي، فانا مش عايزه كده. طلعت بقى حبيتين مانجا من الفريزر، استنيتهم لحد ما فكوا شوية وخليتهم بالشكل دوت، وحطيت عليهم سكر وهضربهم وهعمل لهم النهاردة عصير مانجا.
تقدري تختاري بقى العصير اللي انت عايزاه، ممكن عندك انواع كتير، او لو عندك فاكهة في الفريزر طلعي واعملي عصير. عندك فاكهة فريش ممكن تاخدي منها واحدتين وتعملي عصير، بيبقى حلو قوي. كمان المانجا لما بتحطي عليها لبن بتتحول لزبادو، بتبقى خطيرة، او كوباية زبادي بتبقى طعمها حلو قوي، والفراولة كذلك. ضربتها كويس جدا بالهاند بلندر بالشكل دوت كده. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعضنا. كده حضرنا اساس الاكلة اللي هو العصير والخشاف، وكمان عملنا السلطة، والبطاطس كانت اتسلقت معايا، والبيض كمان كان اتسلق معايا. هطلع البطاطس بالشكل ده، هي لسه سخنة جدا، بس انا مستعجلة وعايزة انجز حالي. البطاطس هقطعها شرايح مش كبيرة قوي، يعني مش سميكة قوي، لا رقيقة شوية. وطبعا مش رقيقة قوي عشان ما تتكسرش مني، لان دي مسلوقة. طبعا انا اتعمدت ان انا اسلق حبيت البطاطس بحالها عشان ما يدخلش جواها مية، وتبقى في النهاية طعمها مش حلو. حاولي على قد ما تقدري البطاطس المسلوقة ما تقطعهوش، يعني بتبقى في النهاية حلوة. طبعا انا خدت الكمية اللي مناسباني، والباقي دوت ممكن اشيله للسحور. ولو في واحدة اتكسرت منك او اتهرت منك ولا حاجة، اهرسيها بمعلقة سمنة، بتتعمل سندوتشات في السحور، او بتتغمز في العيش، بتبقى خطيرة. حطيت حلة على النار فيها شوية من الزيت. في المرحلة دي تقدري تقطعي بصلاية صغيرة، بس انا بحب اعمل الكشري بعدس اصفر من غير بصل. ساعات بعمله ببصل وساعات بعمله من غير بصل. نزلت بكوبايتين رز مصري مغسول كويس جدا ومتصفي، وهبدأ اشوح الرز بالطريقة ديت. وطبعا في الوقت دوت انا حطيت مقلاية على النار فيها شوية زيت، وشوية الزيت دول انا هحمر فيهم البطاطس المسلوقة. البطاطس المسلوقة لما بتحمريها بتبقى طعمها مختلف تماما عن البطاطس اللي بتتحمر على طول. دي ليها طعم، ودي ليها طعم تاني خالص. طبعا انا سلقت البيض بدري شوية علشان خاطر او يعني سلقته وخلصت منه، لان انا لسه هدحرجه في معلقة سمنة، فحتى لو برد عادي مفيش مشاكل، انا هحطه على النار تاني فهيسخن معايا. نزلت بقى بعد ما شوحت الرز شوية، نزلت كده بكوباية من العدس الاصفر. هحط ملح، وتقدري تضيفي اي حاجة انت حباها، تقدري تحطي مكعب مرقة لو انت حابة. هحط مقدار المية، ومقدار المية هنا انا هحطه نفس مقدار الرز، ماليش دعوة بالعدس خالص عشان ما يطلعش معايا معجن. انا بحط برضو مقدار العدس نص مقدار الرز. الزيت سخن معايا، هنزل بالبطاطس. وطبعا البطاطس دي معلهاش اي اضافات خالص، انت ممكن تحطي شوية ملح صغيرين وهي بتتسلق، بس انا في النهاية هرش عليها شوية دقة انا عاملاهم في البيت، بتبقى خطيرة. في طاسة تانية معلقة سمنة بلدي بقى، عشان ايه ندحرج البيض بقى مع بعضينا. فطاري النهاردة لذيذ جدا، خدي فكرة ونفذيها بكرة. عندك 10 ايام ذو الحجة كلهم صيام، اول يوم خلص الحمد لله، والنهاردة تاني يوم، فالله المستعان. فممكن تاخدي فكرة وتنفذيها بكرة، تنفذيها بعده، تنفذيها يوم عرفات. ليكي حرية الاختيار. حطيت بقى هنا البصلة على السلطة وقلبتها، هتديكي تست عالي قوي. وعصير المانجا بقى كان حكاية. البطاطس بقى اللي بتتحمر بطلعها وبروح نازلة ببقية الكمية، ومعايا بقى هنا البيض على النار بقلبه بقى في السمنة. وطبعا الكشري حطاه على عين صغيرة كده ونار هادية جدا، علشان يبدأ اللي هو ايه يستوي معايا ويتشرب بالشكل دوت كده. البيض كان خلاص. مرحلة البيض ديت اختياري، يعني لو مش حابة تعمليها براحتك خالص. وممكن يعني العدس، الكشري بعدس اصفر، العدس اصلا فيه بروتين، فممكن تستغني عن مرحلة البيض خالص لو انتي برضو مش حباها. يعني لو مش عايزة تدحرجيه ما تدحرجوش، ولو مش عايزاه خالص براحتك خالص. كان عندي شوية جرجير طلعتهم وغسلتهم وحطيتهم جنب الاكلة. تقدري تعملي بتنجان مخلل، فلفل حراق مقلي، اللي انت عايزاه بقى، ليكي حرية الاختيار. في ناس بتحب تعمل صلصة طماطم بالخل والثوم زي بتاعة الكشري بالظبط، فانت لو حابة تعمليها اعمليها، لكن انا بحب الكشري بعدس اصفر يبقى جنبيه سلطة طماطم. ممكن تعملي شوية تقلية، وده كده كان شكل الفطار. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير.